ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما ابدا اي حاجه، شايفين دول؟ طبعا هتسالوني دول ايه؟ طب بلاش دول، شايفين اللي هناك دول؟ دي شهادات وتكريمات ودروع عشان احنا بنعمل محتوى من زمان وبنمثل، ومش عايز اقول مشهورين، بس احنا لينا الناس اللي بتحبنا في كل مكان، اللهم لك الحمد والشكر. واظن انا مش محتاج ترند، انا شغلي اصلا ترند. طب اعرفكم على نفسي الاول، انا محمد حسن، خريج كليه زراعه، يعني مهندس زراعي. حلمي من زمان التمثيل، وبمثل من زمان قوي. بعمل محتوى على السوشيال من حوالي 8 سنين ولا حاجه، ومتوثق من حوالي 5 6 سنين على تيك توك، ومتوثق برضه على اليوتيوب. يعني من الاخر انا عندي محتواي الخاص بيا، واللهم لك الحمد والشكر، بينال اعجاب الجميع. حاليا في ضجه كبيره قوي على السوشيال ميديا، وانا شايف ان الموضوع ما يستاهلش ريحه الضجه. كان بيكتب كتابه او اتجوز، والواحد ده مشهور وزي اي حد عادي مشهور او بلوجر زي ما انتوا بتقولوا، بغض النظر عن ان انا اصلا مش بلوجر. انا واخد السوشيال ميديا دي كسلمه لان انا اوصل لحلمي اللي هو ايه؟ التمثيل. ما علينا، مش موضوعنا. زي اي حد عادي، بلاش اقول مشهور. اتصورت في فرحي ونزلت الفيديوهات، وطبعا انا اعتقدت ان الناس اللي بتحبنا والناس الاغاريب والقريب، اي حد بيشوف حد عامل فرح بيقول له الف مبروك. بس انا لقيت عكس كده خالص، ولحد حالا انا مش فاهم ايه السبب. الاف الكومنتات بيتريقوا سواء عليا او على مراتي بدون وجه حق ومن غير اي اسباب، ومش فاهم ليه. بس ما علينا، انا بقول لكم انا بقالي 8 سنين ولا اكتر في السوشيال ميديا، يعني متعود على الانتقادات دي، وكل يوم ولا يومين في ترند. وطبعا في اللي بيحب وفي اللي ما بيحبش، ودي اذواق. الفكره مش فيا انا، الفكره في مراتي. هي ملهاش في السوشيال ميديا، هي اصلا مصممه ازياء، فاشن ديزاين، بس هي ناجحه جدا في حتتها ومجتهده جدا ما شاء الله عليها. وانا طبعا الهبل ده كله ما اثرش عليا باي شيء، بس انا كنت خايف وكل همي ان هو ياثر على مراتي اللي انا حبيتها، اللي انا اتجوزتها. اللي هو ليه يا جماعه؟ هي ملهاش في جو الفيديوهات والكلام ده، لكن هي عارفه ان هي متجوزه حد مشهور. بس برضه ما كناش متوقعين اللي بيحصل ده، لان مفيش اي مبرر في الدنيا يخليك تخش تكتب لحد كومنت سلبي لمجرد ان انت شايفه بيفرح. اول حاجه بقت تتكتب انت واخدها محتوى، او انتوا عاملين ترند. هل تفتكر ان انا هروح اتجوز حد عشان اعمل ترند؟ ولا نفترض ان هو عشان ترند؟ ما هو انا مش محتاجه، انا عندي محتوى اللي بيجيب ترند. هتسالني انت محتواك ايه؟ انا بعمل محتوى تمثيل كوميدي، وبناء عليه متوثق في جميع المنصات، يعني معترف بيا، والشهادات والدروع يتكلموا مش انا. وثلاث ارباع الناس عارفاني، وزي ما ناس بتحب في ناس بتكره، وانا طالع النهارده اتكلم معاكم عشان الناس اللي بتحب دي. انما الناس اللي بتكره انا اصلا مش شايفهم. ده بجانب ان الصحفيين كلهم كلموني والقنوات وتعالى نطلع، وانا رافض تماما، ومحدش خد مني كلمه واحده، ولا رحت قابلت حد، عشان الموضوع مش ترند، وما ينفعش يبقى ترند، او ان اطلع مع حد صحفي او قناه ويقولوا لي حد اتريق عليك. لا، انا اكبر من كده. مش اكبر من كده تكبر ولا حاجه، لا، اقصد بمحتوايا، بدماغي، بفكري، بمجهودي، بسعيي طول السنين اللي فاتت دي. فانت ما تجيش انت لسه شايفني دلوقتي وانت بتسكرول كده وتقول لي انت واخدها ترند وانت عامل وانت عامل وانت لسه ظاهر. لا، افتح اكونتاتي واتفرج وشوف. لو نزلت ودورت هتلاقيني بمثل ومعايا اسرتي، احنا تيم كامل، والدي، والدتي، اختي، اخويا، من زمان جدا. ولو انا بعمل معاها ترند ما كنت خطبتها، بس ليه اتجوزها؟ كان ممكن اخطبها او اقرا فاتحه زي اللي بنشوفهم عادي وكلنا عارفين، واعمل فيديوهات ليل نهار وخلاص خلص الموضوع. لكن لا، يمكن من الهبل الكتير اللي على السوشيال ميديا اللي بتشوفوه حاجات فيك وحاجات افتكرتوا ان الناس كلها كده. لا، في رجاله ورجاله بجد وعارفين قيمه ولاد الناس. بالنسبه بقى للي بيتريق، بص يا حبيبي، انت مدرك يعني ان الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده خلاص هي بقت مراتي؟ يعني رايك ده ما يلزمنيش، يلزمك انت. وفي الاول وفي الاخر كل حاجه كتب حاجه فهي بتدل على بيئته هو وتربيته هو، مش انا خالص. يعني اللي كتب كلمه حلوه فهو حلو من جوه ويشكر جدا، واحنا بجد مبسوطين منكم وبنحبكم. انما اللي كتب كلمه وحشه فهو وحش من جوه، وبندعي لك بالهدايه. وبالنسبه لحاجه تانية، في اكونتات فيك كتير قوي لدرجه ان ما بقاش حد عارف شيماء اكونتها فين. بس مش دي المشكله، المشكله ان هم بينزلوا كلام اهبل ومريض وتافه زيهم. طب ليه؟ تفاعل خدت تفاعل، ريتش خدت ريتش، ماذا بعد؟ هتقول له ربنا ايه على اللي انت بتعمله ده؟ وان انا بنزل فيديوهات كتير. طب وايه يعني لما انزل فيديوهات كتير؟ الاكونت ده بتاع انا مش بتاعك انت، وبنزل من الباقه بتاعتي انا مش بتاعتك انت. انت فين مشكلتك؟ لو مش حابب تشوف الفيديو اعمل لي بلوك، ولا الاختراع ده ما وصلش عندك ولا ايه؟ وبعدين انا ومراتي وعيلتي وكل حبايبي محدش متاثر بالموضوع ده تماما، واحنا شكلنا حلو ولايقين على بعض وبنحب بعض واتجوزنا، خلصت. وبعدين حتى لو انا وحش او مراتي وحشه لنفسنا واحنا عاجبين بعض، والله. لكن مفيش بقى العروسه فرحتها اتكسرت ولا العريس فرحته اتكسر، مفيش كده نهائي. بالعكس والله احنا بنضحك على الكلام ده وبنعتبره شويه ناس بتضحك وبتهزر وبتفك عن نفسها يعني. وبما ان انا بحبكم وبحب كل الناس، فانا اتقال لي رد على الكلام السلبي، فانا كنت برد بكومنت عادي. بعدها لقيت بيتقال لي او بيتقال عليا ده بيرد على الكومنتات السلبيه.
ده هو اللي بيعمل الضجه. وقفت رد على الكومنتات السلبيه ومسحت الكومنتات وكمان قفلتها. بعدها بشويه لقيت كل الناس داخله لي من كل حته، انت قفلت الكومنتات ليه؟ هو في ايه؟ لا ده انا كده بقى مش عارف ارضي حد. فما علينا، انا قفلت الكومنتات يعني لمده ساعه بس وفتحتها تاني. اصلا الكلام ده ما يهمنيش، ولو انا قفلت الكومنتات وسبتها مقفوله يبقى انا فيا حاجه ولا مراتي فيها حاجه ولا الناس اللي حوالينا فيهم حاجه. مفيش الكلام ده. وبالنسبه لفيديو الميك اب اللي مراتي كانت حاطاه وانتشر ده، فالفيديو ده كان متصور بجوده وحشه واضاءه وحشه واتاخد من الاكونت بتاعه الميك اب نفسه واتحط عليه فلاتر واتسرق، وفي بنت رفعته على التيك توك وحشت فيه وكان قصدها تعمل ترند يعني. مرض بعيد عنا. هو كل ده ما يهمناش. وبعدين حتى لو هي شكلها كده شبه الاضاءه، انت مالك؟ لكن انا بحبها جدا وهي بتحبني جدا، وشويه الهزار والضحك ده احنا بنضحك عليهم، ومش حاجه زي دي يعني اللي هتفرق بينا. صحيح ده انا نسيت اقول لكم، الصبح صحيت على خبر ان انا انفصلت انا وهي. انا بسمع حاجات عني وعنها اول مره اسمعها، لدرجه ان انا اتصلت بيها وقلت لها هو احنا انفصلنا من غير ما تقولي لي يا بنتي؟ ملخص الموضوع ده ان ارضاء الناس غايه لا تدرك، فعشان كده احنا بندور على اللي يفرحنا احنا طالما مش غلط وبحدود. وبغض النظر عن ان ده محتوايا وايا كان وان انا على السوشيال ميديا ومشهور، فانا دايما بحب اشارككم فرحتي او اشارك الناس اللي بتحبني فرحتي. ده شيء بيفرحني واظن المفروض يفرحكم. والله الموضوع ما فيهوش اي فلوس خالص، انا ما خدتش اي جنيه من اي حته، ولما قنوات كلمتني بمقابل انا رفضت تماما لان مفيش موضوع. والكلام يا جماعه اللي الجرايد عماله تنزله ده والله انا ما قلتش حاجه، لا حد خد مني حرف ولا خد من مراتي حرف ولا خد من عيلتي حرف ولا اي حاجه. هو واحد يبقى قاعد كده في بيته رايق، شاف اتنين فرحانين، هات يا ابني التليفون اما اعمل قصه عليهم، شاهد البلوجر ابن المنوفيه وعروسته. طب ليه؟ يا عم هو شغلك وبتاكل منه عيش، خليه حلال بقى وقول اخبار صادقه. ما علينا. وناس كتير بتقول ان انا رديت باسلوب مش احسن حاجه. طيب انتوا بقى لما تقفوا قدام ربنا ويسالكم هتقولوا له ايه؟ ده انتوا غلطتوا فيا وغلطتوا فيها، وفي حد بيدافع عنها بانه يغلط فيا انا. يا ابني انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل غلط بغلط. انتوا بقى لما تقفوا قدام ربنا ويسالكم هتقولوا له ايه؟ هتقولوا كنا بنغلط في ناس بدون وجه حق، ولا نعرف هم مين ولا بيعملوا ايه ولا مروا بايه ولا تعبوا قد ايه لحد ما وصلوا للنقطه دي؟ لا وفي حاجه ضحكتني قوي، حد كاتب كومنت بيقول ده اتوثق. يا ابني انا متوثق من 2018 ولا 2019، انت ما كنتش اتولدت ولا ايه؟ وبالنيابه عن شيماء وانا بنقول لكم شكرا على كل كلمه حلوه كتبتوها، وانا طالع النهارده عشان كنتوا وعشان الناس اللي بتكتب كلام حلو، لكن الناس اللي بتكتب كلام وحش انا مش شايفهم ولا شفتهم ولا هشوفهم، انا اصلا نظري ضعيف. وشكرا لكل الناس اللي كانوا معانا في كتب الكتاب وفرحوا لنا من قلبهم. وصح استنوا بقى الليله الكبيره عشان اعزمكم كلكم، واللي مش هيجي هزعل. السلام عليكم. صح نسيت اقول لكم انا رايح اقضي الخدمه العسكريه بتاعتي كمان كام ساعه، دعواتكم بقى. سلام.